السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي الحلوين في وصفات أميرة. النهاردة بقى نفس الحيرة ونفس السؤال كل يوم، هنطبخ ايه؟ الميزانية كانت بصراحة بايظة معايا على الآخر، يعني كانت كل حاجة كده بايظة. قلت هفتح التلاجة واللي هلاقيه قدامي والله اللي انا طبخاه. فتحت التلاجة ولقيت عندي كوسة وجزر، قلت بس هيبقى هعمل أحلى صينية كوسة كده بالبطاطس والجزر، يعني شوية خضار كده يبقوا حلوين وزي الفل. واعمل بقى معاهم كده شوية رز بشعرية وهنقضي اليوم ده. وكمان يعني حاجة حلوة كده هتبقى مفيدة للأولاد. وكمان يعني اللي عامل رجيم، يعني بيعمل رجيم كده وعايز يخسس نفسه، الأكلة دي هتنفعه جامد. مفيهاش دهون وما فيهاش بقى اي حاجة، يعني كلها خضار في خضار كده. انا كان عندي كوسة وجزر قطعتهم وقطعت عليهم بطاطستين. وطبعا بقى ايه الكميات على حسب ما تحبي، اي خضار عندك حطي. كوسة بس، بطاطس بس، كوسة على كوسة على جزر على مش عارفة ايه، حطي اي حاجة عندك هتنفع معاكي في الوصفة دي. انا كمان كنت مخزنة البسلة، كانت طالعة يا جماعة خضرة وزي النعناع. طريقتها عندكم في القناة كمان. طلعت شوية بسلة وبصل، يعني بصلاية حلوة كده، وحطيت توم وبهرتها بقى، حطيت شوية ملح وفلفل اسود وشوية بهارات كده، 7 بهارات وكمون وشوية ملح، وحطيت شوية شطة. يعني بقى التوابل دي على راحتك انتي. وكمان حطيت مرقة دجاج، لو عندك شوربة هتبقى حاجة كده سكرة سكرة، يبقى بلاش مرقة الدجاج. وحطي ايه اسقيها بالشوربة، يعني حطي كوباية شوربة كده تستوي ايه مع نفسها. حطيت بقى كل ده مع بعض وكده. صليتوا على النبي ولا لا؟ صلوا على النبي يا جماعة، عليه افضل الصلاة والسلام. بدأت بقى ان انا اقلب البطاطس بالكوسة بالجزر، بالثوم، بالحاجات الحلوة دي. وكنت مقطعاها كده القطاعة دي بجد بتنفعني قوي وبتدي شكل حلو قوي للاكل بجد يعني. حطيت بقى معلقتين زيت كده، وهنا بقى هحط شوية مية وهبدأ ان انا احطهم على البوتاجاز. يعني ما بتاخدش اي وقت، يعني من ربع ساعة لتلت ساعة هتلاقي كل ده استوى مع بعضه. ممكن على كده تبقى زي الفل، وانا كلتها على كده. بس لو عايزة بتحبيها بقى كده تاخد وش حلو، ممكن تحطيها ايه في الفرن البوتاجاز تاخد وش، هتبقى زي الفل كمان. هنا بقى انا كنت منقصه كوستين كده وبطاطستين وشويه بسله، قلت هعمل شويه شوربه خضار، انما ايه عنب عنب عنب. جبت بقى حته سمنه وكان عندي شويه لسان عصفور. انا قلت انا مش هكلف نفسي في اليوم ده، اللي عندي هطبخه. لقيت شويه كده في كيس. جبت معلقتين لسان عصفور، حمرتهم وقطعت عليهم بصلايه كده متقطعه، شوحتهم. بس حطيت البصل بعد ما ايه لسان العصفور اتحمر معايا. وبدأت ان انا احط بقى اي خضار عندك حطيه، دي شوربة خضار ومفيدة جدا جدا، وكان طعمها زي الفل. بصل بقى متقطع، قصدي بطاطس متقطعة مكعبات صغيرة، وكوسة وجزر وبسلة. اي خضار عندك حطيه مش هيقولك لا. هي دي شوربة خضار، عشان كده اي خضار عندك حطيه، هتبقى هتعزز الطعم وهيديكي طعم حلو زي الفل. وحطينا بقى مرقة دجاج، وطبعا اللي مش بيحب مرقة الدجاج ما يحطهاش. ولو عندكوا شوربة هتبقى حلوة قوي قوي مسكرة وحلوة جدا. ما عندكيش خلاص حطي مية عادي، مش هتقولك لا. انا حطيت مرقة دجاج وحطيت شوية بهارات، ملح وكمون وفلفل اسود وشوية شطة او بابريكا، البهارات دي اللي انت بتحبيها حطيها. بس كده بشوح بقى الخضار ده كله كده على النار لحد اما يندمج، يعني يندمج كده كله مع بعضه، وياخد كده ايه من ريحة بعضه كده. وظبطت لها شوية ملح كده. وخلاص كده هحط بقى المية واسيبها تعيش مع نفسها. شوربة الخضار كده كده مش بتاخد اي وقت برضو، يعني زيها زي الخضار اللي احنا عاملينه. أكلة حلوة وبسيطة وسهلة ومش مكلفة خالص يعني. لو ربع كيلو كوسة، لو 3 كوست يعني كوسات كده وبطاطستين وجزرتين، هتعملي منهم أحلى أكلة ومغذية وحلوة جدا جدا. يعني بشوية الكوسة اللي عندي وبطاطستين عملت أحلى صينية خضروات، وعملت كمان شوربة خضار تبلعي كده بلسان عصفور. كنت عاملة بقى رز بشعرية،
بجد الأكلة كانت حلوة جدًا، جدًا، والأكل كان طعمه حلو وما كلّفناش أي حاجة، وفي نفس الوقت بقى من غير لحوم ولا فراخ ولا أي حاجة، واتبسطنا. مع ألف، ألف، ألف سلامة.